السيد عبد العزيز بوتفليقة بزيارة مشروع إنجاز جامع الكبير الكائن ببلدية المحمدية بقلب خليج الجزائر، حيث تفقد السيد الرئيس هذه التحفة المعمارية ذات الأبعاد الحضارية والدينية والثقافية. وكان رئيس الجمهورية مرفوقا خلال هذه الزيارة بالوزير الأول عبد الملك سلالة، ووزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله، ووالي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ ملك السطو. وقف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عند تقدم أشغال جامع الجزائر من خلال الزيارة التفقدية التي قام بها اليوم لهذا المشروع العملاق. رئيس الجمهورية الذي تفقد بعض أقسام جامع الجزائر الذي كان قد وضع حجر أساسه العام 2011 استمع لشروحات حول تقدم الأشغال، حيث من المقرر أن تنتهي الأشغال الكبرى به بنسبة 100% مع نهاية السنة الجارية. جامع الجزائر الذي يعد ثالث أكبر المساجد في العالم بعد الحرم المكي والمسجد النبوي، به قاعة للصلاة تسع إلى 36 ألف مصلي، وسيصل عدد المصلين إلى 120 ألف مصلي عند ضم الساحة الكبرى. وقد تابع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عرضا مفصلا حول الجامع الكبير من خلال شريط مصور يستعرض مختلف مراحل إنجازه ومختلف أقسامه. ويضم الجامع الكبير هذه التحفة المعمارية دارا للقرآن ومركز ثقافي ومكتبة ب1,000,000 كتاب من بينها مؤلفات قديمة. كما يبلغ طول مئذنة جامع الجزائر 265 مترا، وهي الأعلى في العالم، بها 43 طابقا سيقام على 15 طابقا منها متحفا إسلاميا. وهذا وتجدر الإشارة إلى أن جامع الجزائر سيسلم جاهزا مع نهاية السنة القادمة.